العنوان اللي انت شايفه ده صح مظبوط، ما فيهوش ولا كلمه غريمي يبكي في الزاويه والاهلي يشارك في دوري الابطال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا، انا كنت في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين، يرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما بقول لك، يبكي في الزاويه هناك، والاهلي رسميا في دوري ابطال افريقيا. وانا مش عارف، يعني انا مش عارف اجيبها ازاي. طيب يعني انا مش عارف ازاي بانهي منطق والله انت حقك، يعني انت حقك تبكي وحقك ترفص، مع ان برضه هقول لك حاجه ثانيه، وهو في صالحك والله على قد ما انا بقول لك ان انت حقك، بس هو في صالحك. هتقول لي في صالحي؟ صالحي ازاي؟ انا اول الدوري، انا بطل الدوري، وانا بطل الدوري، انا بطل الدوري، وانا اللي مشارك في دوري ابطال. ده انا رسميا في دوري ابطال، يعني مش في الثاني مثلا لا، ده انا رسميا في دوري ابطال. اقول لك يعني ابراهيم انا ضايع عامل ايه؟ ابراهيم انا ضايع كويس؟ طمني على ابراهيم انا ضايع. عايزك تطمني وتقول لي ابراهيم انا ضايع عامل ايه. لو قلت لي ابراهيم انا ضايع عامل ايه، هقول لك انا مشاركتك في دوري ابطال كان شكلها عامل ازاي. ابراهيم انا ضايع اللي رافض ده هو عايز كتمنص. هتدي له كتمنص الراجل هيحل معاه، مش هتدي له كتمنص يبقى لما تشوف حلقه ودنك بقى. الحاجه الوحيده اللي ممكن ما تخليش الزمالك يشارك في دوري ابطال الموسم ده هتقول لي ما هو الموسم الوحيد اللي خده بطريقه اعجازيه عشان الاهلي وحش. اقول لك ما هو ده الاهلي، ما هو لو ما لعبش وما شاركش مش هيشارك تاني. طب هم كانوا بيحلموا ان هم يشاركوا المره دي عشان يكسبوا البطوله عشان يخشوا كاس العالم. اقول لك برضه لما تشوف حلقه ودنك. فلك ان تتخيل بقى حجم المعاناه ده عامل ازاي. حجم المعاناه، قول لي انت عامل ازاي. يعني انا مش عارف، انا كم الضحك اللي جوايا، يعني كم كميه الضحك اللي جوايا في حته ان الاهلي هيشارك في دوري الابطال دي كبيره. كل شويه نسمع، انا مش عندي اخبار ولا عندي حصريات، انا بكلمك على المتداول، ان في صحفي من شويه يعني ابلغ، يعني قال رسميا او قال يقترب الاهلي عاجل اهو. الصحفي محمد ابو علي: الاهلي يشارك في دوري ابطال افريقيا والقرار الرسمي غدا. القرار الرسمي غدا اللي هو ايه؟ الاربع ايه؟ اللي هو الاجتماع اللي احنا بننتظره من منسيبي واعضاء طبعا الكاف، واعضاء طبعا لجنه المسابقات في الكاف. قاعدين طبعا منتظرين بقى الكلام دوت، منتظرين الاجتماع دوت، لان ده تقريبا على حد علمي ان هو الاجتماع الاخير والحاسم والحسم. هل الاهلي هيكون مشاركا في دوري ابطال افريقيا لاسباب كلنا نعلمها؟ هو الزمالك موجود، لا انا عايز الاهلي. طب ما هو الترجي موجود، انا عايز الاهلي. طب ما انا عايز الاهلي. طب ما مش عارفه مين، انا عايز. طب نهضه البركان موجود، انا عايز الاهلي. طب المغرب الفاسي، انا عايز الاهلي. فبكل الطرق وكل السيناريوهات تؤدي الى ان الاهلي في دوري ابطال افريقيا رسميا. كل الكلام ده مش عارف، ما كنتش عايز اتكلم عنه بقالي فتره، وطبعا كنا ملخومين طبعا في كاس العالم ومش فاضيين بقى للصفقات والمدير الفني اللي جه في وسط الهوجه الكلام ده كله. ففي ظل ما التحضيرات دي، الاهلي جاب مدير فني بشخصيه الاهلي، جاب صالح جمعه مدير للكوره، جاب لاعبين للنادي الاهلي، اعلن عن رحيل تريزيجيه. انا مش عارف ايه. كل الكلام ده بيحصل في ظل ما بيحصل الكلام ده كله. احنا كنا موجودين في كاس العالم، كان في بطوله ثانيه شغاله، لازم الانظار كلها او الانظار كلها متجهه عليها، ما فيهاش كلام. الانظار كلها رايحه هناك، فبالتالي انت مش لاقي حاجه تتكلم فيها، هي الدنيا بايظه. فدلوقتي احنا خلاص بقى خلص كاس العالم، وابكينا طبعا ميسي كما يكون في 100 عقبه الان. ابكينا الجميع، وابكينا ميسي طبعا كما زي ما قلت لك، كما يبكي الجميع الان في الزاويه. و وانتهت البطوله، واسبانيا بطل العالم على حساب ميسي، وخلاص انتهينا وهنا الشغله دي. قاعدين بقى مركزين، عايزين بقى الان نشوف الاهلي بقى في دوري الابطال ولا مش في الدوري ولا في الكونفدراليه. طب الاهلي بيعمل الصفقات دي، طب هل هينفع يخش بقى دوري الابطال؟
طب الاهلي جاب مدير فني بشخصيه الاهلي، طب هل هينفع يخش بقى الكونفدراليه؟ طب الاهلي مش عارفه جاب سفيان بن جديده، هل لا ينفع يشارك بيه في دوره في الكونفدراليه؟ طب الاهلي جاب قطاع عبد الله وعلي محمود، هل ينفع يشارك بيه في دوره يعني في الكونفدراليه؟ هل ينفع؟ الاهلي بيقترب من ماتش البكرار، هل ينفع يشارك فيه؟ الاهلي عنده امام عاشور من افضل 8 لاعبين في كاس العالم، هل ينفع يشارك فيه؟ او من افضل 24 تقريبا، ان الثامن ده مصطفى شوبير تقريبا، مصطفى شوبير افضل 8 من افضل يعني افضل 8 حراس، او من افضل الثامن في افضل حراس كاس العالم. فانت بتتكلم يعني انت بتتكلم في ايه؟ هل كل اللعيبه دي لعيبه كاس العالم دي وافضل لاعبين من افضل اللاعبين في كاس العالم زي مصطفى شوبير زي مصطفى زي امام عاشور، هل الناس دي ينفع تشارك كده عادي يا جماعه في الكونفدراليه؟ يعني هل انت ترضاها؟ طيب يا غريمي، يا غريمي انا والله العظيم يعني انا معاك اهو وهستحملك. رد عليا قول لي بص هسيبك سنتين ثلاثه ترد عليا وتقول 10 ثواني، خلينا 10 ثواني. ضربت بق القهوه الجميل، هل ترضاها؟ تقول لي لا والله ما ارضاهاش، يعني ما تبقاش انت صارف ومكلف. طب هتقول لي ما هي مشكلتك انت حبيبي، لا رضاني انت، مشكلتك انت ان انت ما لعبتش معلش موسم يعني، موسم البدال ده دي يا جدع، دي حاجه ما بيصدقهاش عقل ولا منطق. الاهلي في الدوري الثالث دي بتحصل دي، فانت الناس نفسها مش مقتنعه، انت نفسك عمال تحفل ومش مقتنع ان ده حصل. فبالتالي وجود الاهلي في دوري ابطال يا جماعه ده مكسب مربح للغايه وللجميع، ده مكسب للكل. هنشارك في دوري الابطال ده باشا للكل، هي مش ده للكل مش ليا انا ولا لحد، ده مكسب للكل يا باشا، كله بيدفع عقود رعايه ومش ده الاهلي. ليه بقى؟ لقوته الاعلاميه، لقوته على السوشيال ميديا، لقوته في المشاهدات، لقوته الجماهيريه، لحاجات كتير جدا لازم تركبها على بعض هيطلع لك في الاخر شعار النادي اللي انت هتلاقيه بالمناسبه في الصوره المصغره في البدايه وعلى تيشيرتي اللي انا لابسه في الصوره المصغره. كل الكلام ده هتلاقيه يا باشا، وباحتفال وبابتسامه جميله جدا وبضحك هستيري على اللي حصل، او بضحك هستيري على مشاركه الاهلي في دوري الابطال. فاحنا فاضينا، انتهى كاس العالم وفاضينا بقى ومستنيين بكره، منتظرين بكره القرار النهائي. هتقول لي ما انت كاتب رسميا الاهلي، هقول لك كل الطرق تاني هقولها لك اهو، كل الطرق تؤدي الى ان الاهلي في دوري ابطال. مش كلامي ولا كلام انا بقول لك اهو، كل الطرق تؤدي الى ان الاهلي في دوري ابطال افريقيا. هنيجي احنا بقى نعلقه يا باشا، ولا هنيجي احنا نقول لا هو ده الكلام اللي منتشر، هو ده الكلام اللي سايد. فاتمنى التوفيق باذن الله، وننتظر القرار غدا